4 سنوات استطاع فيها معتز ابن ال7 سنوات أن يحصد لقب بطل الجمهورية اليمنية للشطرنج. ذكاء بالفطرة وموهبة اكتسبها من والده. بدأت ألعب في الشطرنج من سن 4 سنوات. أول مباراة وقعت لي أنا والكمبيوتر، ثم علمني أبي اللعبة. معتز لاعب رغم صغر سنه إلا أنه ذكي جدا، والذي يلعب معه يعني يحرق من ذكاء يعني رغم صغر سنه. دائما ما يستمتع هذا الطفل البارع بمباراة نجوم اللعبة حول العالم عبر الإنترنت، لأن طموحه مع هذه الرقعة أصبح العالمية لا سواها. أنا أباري عبر الإنترنت شطرنج، أباري الهنود، الروس، الأمريكيين. كل الأمريكيين هزمهم، ما كنت هزمنيش أمريكي حتى الآن. الهنود والباقي الدول واحدة بواحدة. مرة أفوز 1 2 3 4 فوزوا واحدة. المستقبل أمامه، وكذلك الحمد لله أنه يحقق في أي بطولات فيها كذا يحقق المراكز الأولى، كذلك في الدراسة، كذلك في الرياضيات، اللغة الإنجليزية، وإنجليزي إن شاء الله يأخذ التوفل في للصف الابتدائي. هذا النجاح وسع طموح هذا الفتى لأبعد مدى، لتصبح أمنيته اليوم أن يلتقي برئيس الولايات المتحدة الأمريكية ويلعب معه مباراة العمر، محاولا دائما أن تصل هذه الأمنية إلى الرئيس أوباما عبر رسائل إلكترونية يبعثها. أنا أرسلت رسالة للرئيس أوباما أتحداه فيها طلب أتحداه في الشطرنج، لأنه رئيس أكبر دولة في العالم وأنه يهتم بالمواهب. مع ثقتي بالنفس ستكسر كل القيود ويصبح المستحيل واقعا سهل المنال. موهبة في التكتيك ينتصر بها مع جيشه في اللعبة، حب معتز لمقارعة كبار لعبة الملوك منذ عمر مبكر أهله لحصد جوائز عديدة، وأصبح الجميع يعرفه رغم صغر سنه. شغفه للنجاح دفع به لمخاطبة البيت الأبيض بطلب لمقارعة الرئيس أوباما لمباراة خاصة. عمر الورفي لبرنامج اليوم على الحرة، صنعاء.